خليني أقولك الحقيقة من أول دقيقة. مفيش بيت مثالي ولا أم مثالية ولا طفولة من غير وجع، بس في فرق كبير جدا بين بيت مش مثالي وبيت مؤذي نفسيا، وفي فرق أكبر بين أم بتغلط وبين أم مش واعية إنها بتغلط. الفيديو ده مش علشان يخوفك ولا يقولك اعملي كده وما تعمليش كده، الفيديو ده علشان يطمنك إنك تقدري تربي طفل سوي نفسيا حتى لو البيت صغير ولو الظروف صعبة ولو الضغط كتير وانتي نفسك تعبانة، بس بشرط واحد بس، انك تكوني واعية. ودلوقتي عايزين نعرف يعني ايه بيت مش مثالي. البيت اللي مش مثالي مش يعني البيت اللي فيه مشاكل، ولا البيت اللي مفيهوش فلوس، ولا البيت اللي الأم فيه بتغلط. أما البيت المؤذي نفسيا هو بيت مفيش فيه أمان، بيت الطفل فيه حاسس إنه غلط، بيت الحب فيه مشروط، وبيت المشاعر فيه مرفوضة. لكن البيت اللي مش مثالي ممكن يكون عامل إزاي؟ البيت اللي مش مثالي هو فيه خناق بس فيه اعتذار، فيه تعب بس فيه حضن، فيه ضغط بس فيه كلام. الطفل مش محتاج الكمال، محتاج الاحتواء. أول احتياج نفسي للطفل هو الأمان. الطفل السوي نفسيا مش الطفل المؤدب زيادة ولا الساكت زيادة ولا اللي ما بيغلطش. الطفل السوي هو اللي دايما بيحس إني أنا آمن حتى وأنا غلطان. آمن يعني مش بخاف أتكلم، مش بخاف أعيط، مش بخاف أغلط. أخطر حاجة بتكسر نفسية الطفل إنه يحس إن حبك ليه مرتبط بسلوكه. جمل زي دي ممكن تأثر على نفسيته جدا. لو عملت كده مش هحبك، انت دايما بتتعبني، انت ما بتفهمش، انت السبب في كل حاجة، انت دايما ضغطني. الجمل دي بتعلمه ان انا مش كفاية، انا عبء، انا لازم اكون غيري علشان اتحب، وده غلط جدا. والجزئية اللي لازم تفهميها كويس جدا ان مشاكلك مش لازم تبقى حمل على طفلك. اكبر غلطة بتعملها الامهات من غير ما تحس انها تحول الطفل لداعم نفسي ليها، تشتكي له، تحكي له هموم اكبر من سنه، تحمله ذنب تعبها او تخليه راجل البيت بدري. الطفل مش مسؤول عن سعادتك ولا عن حزنك ولا عن اختياراتك، هو محتاج تحبه وتدعمه، مش تكون محتاجاه بس انها تتسند عليه نفسيا. ولازم كمان تعرفي ان لغة الكلام اللي بتبني او بتدمر. خلينا نكون صريحين شوية مع بعض. الكلام اللي انت بتقوليه لطفلك بيفضل وبيعلم، وفي جمل انت ممكن تكوني بتتعاملي معاها عادي بس بتكسر شخصية طفلك جدا، زي كلمة انت غبي، انت ما بتفهمش، شوف غيرك عامل ازاي، انت ما فيش فايدة فيك. وفي جمل تانية بسيطة لكن بتصلح وبتفرق كتير، زي مثلا انا زعلانة من التصرف ده، مش زعلانة منك، انت مش وحش، بس التصرف اللي انت عملته ده غلط وما ينفعش. تعالى نفهم واحدة واحدة مع بعض ليه ما ينفعش تعمل الحاجة دي. غلطك مش معناه انك وحش، غلطك معناه انك مش فاهم ولازم تفهم. الكلام اللي بيطلع منك هو الصوت اللي هيعيش جواه طول عمره، بل وهو الطريقة اللي هيتعامل بيها مع أطفاله فيما بعد. طيب أمهات كتير هتسألني طب أعمل إيه في الغضب والعصبية؟ أنا دايما لما بتحصل حاجة غلط بخرج عن شعوري وبفضل أزعق وأصوت، أعمل إيه؟ أيوة، انت وهتتعصبي وهتصرخي وهتغلطي، بس الفرق بين بتأذي وأم بتربي صح إنها تعترف وتصلح بعد ما تهدى. أنا أسفة إن عليت صوتي، أنا كنت متعصبة بس ده مش ذنبك أنت، تعالى نحل الموضوع مع بعض. الاعتذار من الأم على الغلط ده مش ضعف ولا هيهز صورتها قدام أطفالها. الاعتذار تربية إنه كمان لما الطفل يغلط يعتذر ويعرف إنه هو غلطان. وكمان مهم جدا انك تعلميه يفهم مشاعره. طفل سوي نفسيا يعرف يقول انا زعلان، انا خايف، انا محتاج حضن، مش طفل بيكتم او بيضرب او بيكسر. ساعديه يسمي احساسه، واضح انك متضايق، حاسه انك غاضب، مشاعرك مش مفهومه. علميه كل تفصيله من التفاصيل دي بتعني ايه وبتشرح ايه جواه هو حاسس بيه. ده بيعلم طفلك إن هو فاهم نفسه ومش بيخاف من مشاعره ولا بيكتمها، بالعكس بيقولها وبيحاول يدور على سبب وعلى حل كمان. أما الجزئية الأهم بقى فهي الحب غير المشروط. ابنك محتاج يعرف إنك بتحبيه وهو ناجح وهو فاشل وهو غلطان وهو متلخبط، مش حب مقابل درجات عالية أو أدب زيادة أو سكوت وقت غضب. الحب غير المشروط هو أساس الصحة النفسية. انت مش محتاجة تكوني مثالية. آخر حاجة ودي أهم حاجة، طفلك مش محتاج كاملة، محتاج حقيقية بتغلط وبتصلح وبتحب. البيت اللي فيه وعي وفيه كلام وفيه حضن وفيه احترام حتى لو مش رايق ومش غني ومش هادي طول الوقت هيطلع طفل سوي نفسيا وقلبه سليم. في النهاية لو وصلت لهنا عايزة أقولك انت مش سيئة، انت بتحاول، والمحاولة بوعي هي أعظم تربية. وهنا في علامات لو لاحظتيها على طفلك اعرفي إنه هو مش سوي نفسيا. في أمهات كتير بتفتخر وتقول ابني مؤدب، ابني ما بيغلطش، ابني ساكت. بس خليني أقولك حاجة تخوف شوية،
مش كل طفل هادي يبقى طفل مرتاح نفسيا. أحيانا الطفل الساكت بيكون خايف أو مكبوت أو اتعلم إن صوته مش مهم أو إن الغلط هيبقى تمنه قاسي جدا. أما الطفل السوي بيعبر وبيغلط وبيتعلم وبيقول لأ أحيانا ومش مطيع بشكل مرضي. اسألي نفسك، هل ابني مطيع ولا مطمن؟ ولازم تعرفي كمان تأثير الخناق بين الكبار على نفسية الأطفال. حتى لو مش بتتخانقوا قدام الطفل أو بتفتكروا إن هو مش فاهم، الطفل بيحس قبل ما بيفهم، والخناق المتكرر بيزرع جواه القلق وبيعمل خوف من الفقد وبيخليه دايما حارس عليكم، بيراقب الجو وخايف لا يفقد حد فيكم. وهنا أنا مش بطلب منك بيت من غير مشاكل، أنا بطلب منك إننا ما نخليش الطفل طرف أو نحسسه إنه ممكن يفقد حد فينا في أي وقت، ونشرح له ببساطة إحنا حاليا مختلفين بس بنحب بعض ودي مشكلة وهتعدي وهنرجع أحسن من الأول. ولازم تفهمي كمان حبيبة قلبي إن الطفل مراية الأم. كتير من سلوكيات الطفل مش عيب فيه، دي رسالة ليكي انتي. طفل عصبي بيساوي أم مكبوتة ومتعصبة ومش عارفة تتعامل مع طفلها بشكل صحيح، وطفل قلقان بيساوي بيت غير آمن. طفل عدواني بيساوي مشاعر مش صحيحة وصلها الطفل. وده مش اتهام ليكي، ده مفتاح لحل. بدل ما تفضلي تلوميه طول الوقت وتقولي له انت تصرفاتك غلط، انت ليه بتعمل كده، انت مش كويس، انت مش مؤدب، اسأليه انت حاسس بايه دلوقتي، والتصرف اللي انت عملته ده عملته ليه، وحاولي ان انت تاخدي بايده ان هو يصلح الغلط اللي هو عمله. اما الجزئية اللي هكلمك فيها دلوقتي ولازم تفهميها كويس جدا، هي ان الوقت اهم من الفلوس. مش مطلوب منك لعب غالية لطفلك ولا خروجات كتير كل شوية، مطلوب بس 10 دقايق تركيز حقيقي، عينك في عين طفلك. الطفل لما بياخد وقت حقيقي بيطلع طفل شبعان نفسيا. طب انت كنت تعرفي ان اللعب مع طفلك عبارة عن علاج نفسي مش تضييع وقت؟ اللعب بيفرغ غضب وبيطلع مشاعر وبيعالج صدمات. الطفل اللي بيلعب أهدى وأذكى عاطفيا وأقل عدوانية. وفي حاجات لازم نوقفها مع أطفالنا فورا لو عايزين أطفالنا يطلعوا أسوياء. اعملي لستة واضحة وبلاش تكرريها مع طفلك تاني. أول حاجة المقارنة لأ. السخرية، إنه لما يعمل حاجة غلط تفضلي تقولي لوالده وتقولي لخالته وتقولي ده عمل ده عمل ده عمل، وتحسسيه إنه صورته اتشوهت قدامهم. وإنك تكبتي عياطه، إنه أول ما يجي يعيط تزعقي له وتسكتيه وتمنعيه إنه هو يعيط. كل دول بيطلعوا أولا شخص مهزوز، شخص عدواني، وشخص بيكره نفسه. طيب هنا في جزئية مهمة جدا جدا، ازاي تصلحي غلطة قديمة عملتيها في حق طفلك، ودي حاجة مهمة جدا. لو رجعتي نفسك دلوقتي وحسيتي انك فعلا غلطتي وعملتي حاجات تأثر على نفسية طفلك، هنصلح الغلط واحدة واحدة. اولا هتقعدي مع طفلك وهتعتذري وهتحضنيه وهتقولي له انا اتعلمت ان التصرف اللي انا عملته معاك في اليوم ده ما كانش احسن حاجة، ولذلك عايزين نصلح ده مع بعض، وعايزين ننسى كل حاجة ونبدأ مع بعض صفحة جديدة، وتفتح لي قلبك وتقول لي ايه الحاجات اللي ضايقتك مني علشان ما تتكررش تاني. الطفل مش محتاج ام معصومة، محتاج ام بتصلح، أم يحس إنها خايفة فعلا على مشاعره وخايفة على نفسيته إنها تتأذى. وكل دي حاجات بتتحفر وبتتحفظ في دماغ طفلك لحين ما يكبر بيفتكرها لك. طب هو احنا ينفع نربي طفل سوي رغم قلة القدرة المادية أو الانفصال أو الغياب أو الضغط؟ أهم رسالة ليكي إن الظروف الصعبة مش حكم مؤبد عليكي أو على طفلك، اللي بيفرق هو مشاعر متشافة وحب ثابت وحدود واضحة. في أطفال كتير جدا طلعوا أسوياء من بيوت على قدها وظروف مش أحسن حاجة، ويمكن كمان انفصال، علشان كان في أب وأم واعيين ومهتمين بصحة ولادهم النفسية. وهنا أنا حابة أسألك 3 أسئلة. هل عمرك حسيتي بالذنب كأم؟ هل بتخافي تطلعي شبه أهلك في طريقة التربية؟ نفسك ابنك يقول عنك إيه لما يكبر؟ لو حابة تجاوبي على أي سؤال من الأسئلة دي ياريت تقوليلي في التعليقات وأنا هشوف التعليق وارد عليكي فورا. خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. أستودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.